سائل ظهر في الغابة، وأي حاجة تلمسه مهما كانت على طول تبقى طرية. حتى الحجر الصلب جدا بقى طري في لحظة. من شوية القرد اكتشف نبات بينزل منه سائل بنفسجي. عند فضول يعرف أي ده، القرد حط نقطة منه على إيده، كان هيدوقه. صوابعه على طول بقت طرية. القرد ما اتضايقش خالص، بالعكس كان مبسوط وبيتلعب بيها. الفيل اللي كان قريب ما قدرش يمسك نفسه من الضحك. القرد رمى السائل على رجلين الفيل. الفيل حاول يشفط السائل بخرطومه ويوجهه ناحية القرد، بس الخرطوم على طول بقى طري ونزل لتحت. الفيل جاله فكرة ذكية، مسك حجر وبدأ يرمي بيه على القرد، بس ما صابش القرد خالص. الحجر وقع على الشجر اللي حواليه، وفي الآخر القرد جسمه كله بقى شبه الجيلي. القرد والفيل بدأوا يلعبوا مع بعض، بس الحظ كان ما كانش ليهم للحرباية. لحسن حظها استخدمت ندى ورقة عشان تحل المشكلة. القرد فهم على طول طريقة الإنقاذ وبدأ يمد دراعه بالراحة عشان يوصل للمي اللي في الناحية التانية. الفيل حاول يستخدم خرطومه ويشد نفسه يعدي، لكن جر معاه صخرة ضخمة. الصخرة وقعت وهرست الاتنين. الفيل نفخ بخرطومه ورفعهم لفوق في الهواء، وبعدها وقعوا في المية ورجعوا لأشكالهم الأصلية.